عايز بروفايلك يروح كاس العالم؟ كاس العالم يا معلم خلاص كمان كام يوم، وانت اكيد بتشوف صور زي دي. بس للاسف يا معلم انا وانت ما عندناش حد رايح كاس العالم عشان يصور اكونتك. بس ما تقلقش، جايب لك النهارده طريقه سهله تحط صورتك في التليفون قدام كاس العالم بالظبط. فمن غير اي كتير يلا بينا. بص يا معلم، تخش عندي الانستا تلاقيه منزل اكتر من ستوري فيهم اكتر من تليفون كلهم شكلهم جامدين بالشكل ده. انت هتبدا تقلب فيهم وتختار اللي عجبك. انا مثلا عجبني ده، ببدا ادوس على الشاشه دوس طويله وابدا اخد سكرين للصوره بتاعتي كده. بعد ما اخد سكرين اقوم خارج من هنا خالص واروح افتح برنامج بيكس ارت بالشكل ده. بعد كده اقوم دايس على الزائد وابدا احط الصوره اللي انا لسه واخدها سكرين. بعد ما اتحط هبدا ادور تحت على كلمه اد فوتو واكون واخد سكرين البروفايل بتاعي سواء فيس انستا تيك توك اي حاجه. انا مثلا دوست على الاكونت التيك توك بتاعي وحطيته بالشكل ده. بعد كده قمت مكبره وبدات احطه عند التليفون وبرضه خدت وقتي عشان اظبطه على قد الصوره بتاعتي. بعد كده اقوم دايس على استيكه وابدا ادوس على كلمه انفيرت اللي هي تحت على اليمين. بعد كده ادوس على كلمه براش او الفرشه واخلي الهاردنس اللي هي الاخيره دي على 100 عشان الحروف تبقى معايا تقيله يعني وشارب وكده. بعد كده قمت مزوم وبدات امشي عند شاشه التليفون زي كده بالظبط. وانت برضه خد وقتك، انا خدت وقتي براحتي عادي جدا يا معلم. بعد ما اخلص اقوم دايس على الصح. ممكن اقلل الشفاية براحتي، مش عايز برضه عادي. انا مثلا قلتها حاجه بسيطه. واهم حاجه انك جيت عند كلمه adjust وبدات العب شويه في الاضاءه والالوان حسب ما تظبط على الصوره بتاعتي اللي هي ورا. بعد كده حسيت ان الحواف يعني مش مظبوطه، قمت دايس على الستيكه تاني وكملت تظبيط فيها. بعد كده قمت دايس على الصح وبدات ادور عند كلمه اسمها اف اكس او افكتس اللي هي دي. هدوس عليها بعدين هلاقي افكتات كتير ظهرت لي. انا مثلا اختار اللي عاجبني وحاسه انه هيليق على الصوره وادوس عليه عادي جدا يا معلم. وانت برضو جرب كذا واحد وشوف اللي هيليق معاك. بعد كده قمت دايس على تولز وبعدين adjust وبدات اظبط في الالوان الصوره كلها. وبس كده يا معلم، طلعت معايا دي النتيجه. سلام.